بيبدأ فيلمنا مع اتنين صحاب وصلوا على جزيرة شكلها غريب شوية في رحلة البحث عن الكنز المفقود، ومفيش حواليهم الا مية بس، ومفيش أي أثر لأي كائن حي على الجزيرة أو حتى حواليهم. وفجأة وهم على الجزيرة بيسمعوا صوت غريب، وبنكتشف من خلاله إن الجزيرة نفسها عبارة عن حوت أزرق كبير جدا مربوط بسلاسل بحيث إن هو ما يقدرش يتحرك كعقاب ليه، ومين اللي عمل فيه كده محدش عارف. والقصة بتبدأ قبلها بحوالي كام اسبوع لما في حصان سحري لونه أبيض كان بيجري بسرعة رهيبة جدا على مزرعة قمح بالليل، ودمر جزء كبير جدا من المحصول وهو بيجري. وبيقوم تاني يوم صاحب المزرعة وبيضرب الجرس بينادى على ولاده عشان يشوفوا ايه اللي حصل، وقال لولاده يراقبوا المكان بالليل ويشوفوا مين اللي بيدمر المحصول بتاعه. وطبعا خلوا فانيا هو اللي يراقب لوحده لانه اغلب واحد فيهم، مع انه بيخاف اصلا من خياله، بس وافق لانه عاوز يثبت لباباه ان هو يعتمد عليه. وبالليل وهو قاعد مع الانفت بتاعه بيسمع صوت حصان حواليه، بيبص يمين شمال ما بيلاقيش اي حاجه، وده لان الحصان بيكون ضخم جدا وواقف فوق، فبيجيب حبل بيربطه في برج المراقبه عشان ينادي باباه ويبيعوه للقيصر. بس الحصان شده بالبرج بتاعه وما رجعش، والحصان حاول انه يفلت من الحبل اللي فانيا ربطه بيه بس كان متكتف ومش عارف يهرب، لدرجه انه طار بيه في الهواء عشان يهرب من المكان. وفانيا طبعا كان مبهور جدا جدا بشكل المدينه من فوق، بس للاسف فانيا بيقع ومش بيلاقي الحصان حواليه، وبنكتشف انه كان بيغرق في الماء. فانيا حاول انه يشده اكتر من مره بس ما عرفش، فربط الحبل في الساقيه بتاعه القنايه وبدا يلفها وبالفعل قدر ينقذه. ولما شاف الحصان بيبكي صعب عليه، قرر انه ما يقبضش عليه ولا يبيعه للقيصر، واخد منه وعد انه ما يجيش هنا تاني ولا يدمر المحصول بتاعهم تاني. فالحصان وافق على الاتفاق ده ومشي. وهنا فانيا بيكتشف ان المحصول اتدمر كله، وابوه لما يصحى هيمرجعه. وتاني يوم الصبح فانيا بيقوم من النوم في الاسطبل بتاعه، وبيلاقي فجاه جوز حصنه نوادر موجودين في الاسطبل اللي هم بيبقوا عند الملوك والقياصره بس. وفجاه بيسمع صوت حد بيتكلم حواليه، جاب الشوكه بتاعه القش عشان يحمي بيها نفسه لانه زي ما احنا عارفين طبعا بيخاف من خيال. وفجاه بيظهر من الضلمه مهر صغير بيقدر انه يتكلم، هنعتبر ان اسمه جاك عشان ملوش اسم طول الفيلم. جاك قال له ان الحصان اللي انقذه امبارح وسابه ده يبقى بامبو، وانها بعتته ليه عشان حست انه طيب ومحتاج صاحب حكيم يرشده، وان الحصانين دول هديه منها يعمل بهم اللي هو عاوزه. وفي اللحظه دي بوبي بيكون صحي وشاف اللي حصل في المزرعه، وشد ديل الجلابيه وطلع جري على فانيا عشان يعاقبه. فجاك قال له يركب على ظهره بسرعه، وبسرعه البرق جري بعيد عن المكان. وطبعا كانوا نسوا جوز الحصانه في الاسطبل، وفانيا كان عاوز يبيعهم في السوق. قام جاك مصفر بصوت محدش يسمعه الا الحصانه بس، وفجاه هربت من الاسطبل وراحت لجاك وفانيا، وبعدها مشيوا من المكان وطلعوا على السوق في المدينه وبداوا يدوروا على واحد يشتري. بس كل التجار اللي كانوا هناك مصريين، وكل واحد فيهم فهلاوي وعايز ياخدهم بسعر قليل مع انهم كويسين جدا جدا وكلهم عارفين ده. وفجاه بيلاقي نفسه قدام قصر اغنى واحد في المكان وهو قصر الحاكم نفسه، وهنا قرر انه يبيعهم للحاكم. جاك حس ان في حاجه مش كويسه هتحصل، ونصح فانيا وقال له يبعد عن المكان دوت لان احساسه ما بيكذبش. بس فانيا طبعا كان طماع وقرر انه يحاول يلفت نظر القيصر له عشان يشتريهم منه. وبيصحى القيصر اللي كان عنده ربع طاير، وكل اللي حواليه بيطبلوا له على اي حاجه يعملها، وبياخد المنظار بتاعه عشان يشوف هيصادر ايه النهارده من الرعيه. وبيلاقي فانيا واقف بالحصنه بتاعته بيبيعها قدام القصر، ولما نزل مع الاتباع بتوعه امرهم ان هم ياخدوا الحصنه منه، وقال للوزير بتاعه انه عيل غلبان واكيد سارقهم، مش معقول يعني فلاح زيه عنده حصانين ملكيين زي دول. ولما خدهم ومشي فانيا افتكر انه لسه يدفع حقه، بس جاك قال له انه صادرهم منك يا زكي وانا حذرتك ان ده ممكن يحصل. فانيا قال له انا اسف هسمع كلامك المره الجايه بس ساعدني المره دي بس. قام جاك مصفر تاني وخلاهم يسوبوا الحرس اللي ماسكينهم وجروا، وهم بيجروا قلبوا القيصر في شويله الدقيق وطلعوا من وسطها بالعافيه. وهنا فانيا قال له الناس يدفع حقهم بعد ما مشي عشان كده رجعوا. طبعا القيصر كان متعصب جدا وقرر انه يعدم فانيا، بس الوزير بتاعه قال له ان قانون الاعدام اتلغى للاسباب العاديه، وكان عايز ياخدهم تاني منه ببلاش، بس اهل المدينه كانوا واقفين ومش هيعرف ياخدهم عافيه اصلا، فاضطر في اللحظه دي انه يشتروهم منه. بس هنا الوزير بتاعه قال له انه كده كده بيرجعوا له تاني، وكده هم بيشتروا سمك في ميه، فبدل ما يشتروهم منه بذهب يعينوا في خدمه القصر الملك احسن. وطبعا فانيا ما كانش مصدق نفسه ووافق على خدمه القيصر مقابل الحصانيه. وهنا العامه كلهم كانوا بيحيوا فانيا لانهم معتقدين انه المتحدث للحيوانات اللي موجود في الاسطوره. وهنا القيصر بينام وبيحلم ان فانيا بيمسك الحكم مكانه وبيعدمه بسبب فساده وانه واكل قوت الغلاب. ولما قام من النوم بدا يتناقش مع الوزير بتاعه على اي طريقه انه يعدمه بيها حتى لو هيغيروا القانون، بس الوزير نصحه ان القانون ما ينفعش يتغير وكده الناس هتحبه اكتر وشعبيته هتزيد وممكن ينقلبوا عليه. وقال له على فكره تانية احسن بكتير جدا، انه يبعته في مهمه مستحيله وهي انه يصطاد الطائر النار الاسطوري، وكده كده هو مستحيل انه يقدر يصطاده لان الطائر ده كده كده اسطوري، وحتى لو موجود فهيدمر فانيا في لحظات. ولما فانيا يفشل في مهمته بكده القيصر يقدر يعدمه قدام الناس والناس هتكون كارهاه وقتها. وهنا القيصر وافق بجنون على الفكره ديت عشان يخلص من فانيا، بس اللي ما كانش يعرفه انه بيرسم نهايته بايده. وفانيا على الجانب الاخر بعد ما اخذ الامر من القيصر بيستعد عشان يصطاد الطائر الاسطوري، وجاك بيحذره ويقول له ان الطائر الناري محدش قدر انه يمسكه قبل كده ومستحيل انك تصطاده بسهوله. بس فانيا كان مصر جدا انه يصطاده عشان يثبت لاهل القريه وللقيصر انه شجاع، وخصوصا ان فعلا ما فيش اي حد اصطاده قبل كده. فجاك ما لقاش اي سبيل انه يقنعه، فقرر انه يروح معاه في الرحله دي. وطلعوا على الغابه في طريقهم لقيها يجيب حبوب من هناك يغري بها الطائر الناري، وبالفعل لقى حبوب في الغابه ديت وكان شكلها غريب وسحر، فكان عاوز يجربهم لان شكلهم بالنسبه له سحر واول مره يشوف. بس جاك هنا منعه وقال له ان الحبوب دي مخدره، يعني هتاكلها من هنا وهتروح في 7 نومه من هنا. والاول مره فانيا بيسمع الكلام ومش بياكل، وبيكملوا في طريقهم لحد ما بيوصلوا للصحراء، والصحراء دي يقال ان هي المكان اللي الطائر
الطائر الناري بيستخبى فيه، ولسه هيدخلوا فيها لقوا لوحه تحذيريه مكتوب عليها ان المكان ده فيه رمال متحركه وممنوع الاقتراب منه، فرمى الحبوب اللي معاه عليها واستخبى هو وجاك وستان. وبعد شويه وكانوا خلاص هيفقدوا الامل، فجاه الطائر الناري الاسطوري بدا يظهر من تحت الرمل وطار فجاه في الهواء ونزل اخذ الحبوب اللي رموها واكلها. وبالفعل بعد شويه بدا الطائر الناري انه يتخدر وينام، بس فجاه اخذ باله من فانيا وجاك، فبدا يهجم عليهم ويحاول يقتلهم، ومره ورا الثانيه كل ما يحاول يقتل حد فيهم الثاني ينقذه، بس في النهايه الحبوب قدرت انها تغلبه وتخليه ينام. وهنا فانيا قدروا انه يمسكوا ويربطوا بسلاسل كان واخدها معاه من المدينه، وناموا عشان يريحوا شويه، وتاني يوم يصحوا ياخدوا الطائر معاهم ويرجعوا للمدينه. وتاني يوم الطائر بيكون بدا يفوق، بس ما كانش ناري زي الاول، بالعكس بدا يبكي ان هو مربوط. وجاك قال لفانيا ان الطائر الناري ما بيكونش ناري الا لما يكون حر وطاير في السماء، انما لو فضل مربوط ومحبوس لفتره طويله فبيبدا يخسر قوه واحده واحده. وهنا فانيا قلبه بيرق وبيقرر انه يفك السلاسل عن الطائر ويحرره، وبالفعل الطائر اكتسب قوه من تاني وطار وهو سعيد. بس قبل ما يطير ساب لفانيا ريشه من الريش بتاعه كهديه ليه. المفروض دلوقتي ان في نظر المدينه والقيصر الحاكم فانيا فشل في المهمه بتاعته، فجاك نصح فانيا انه ما يرجعش للمدينه تاني، لان في قانونها اللي بيفشل في مهمه القيصر اداها له ممكن يعدموه. بس فانيا قال لجاك انهم مش هيعدموه لانه معاه ريشه من الطاق، ولما يحكي لهم على اللي حصل ويوريهم الريشه هيصدقوه، وبكده مش هيكون فشل في مهمته ولا اي حاجه. بس فانيا للاسف ما كانش يعرف ان دي الخطه من الاساس اللي كان حاططها القيصر عشان يخلص منه. فلما رجع هو وجاك اتقبض عليه والقيصر امر باعدامه لانه فشل في المهمه. حاول انه يقنعهم وحكى لهم القصه اكتر من مره بس كان في الفاضي. وفي اللحظه اللي كانوا خلاص هيعدموه فيها جاك بيعمل نفس الصوت اللي كان بيتكلم بيه الكائنات التانيه، وفجاه الطائر الناري بيظهر في السماء فوق المدينه وبيدي تحيه لفانيا، وفانيا بيحييه وهو طائر فوق المدينه. وهنا اهل المدينه كلهم بيهتفوا باسم فانيا وانه فعلا قدر انه يتواصل مع الطائر الناري وكمان خليه يسمع كلامه. وهنا القيصر مش بيلاقي اي حل الا انه يعفو عن فانيا، وكمان بيعمل حفله عشاء احتفال لبطولته. وفي الحفله دي كله كان بيهتف باسم فانيا وانهم شايفينه اشجع واحد في المدينه. وطبعا القيصر كان متضايق من الهتافات دي، فبيجي هنا الوزير بتاعه بيقول له يبعتوا لهم هم مستحيله يروح فيها ما يرجعش. فالقيصر بيقول في نفسه ايه الديجافو ده، ما احنا كنا لسه باعتينه لكائن اسطوري مش موجود في الاساس وجاب. هنا الوزير قال له بس المره دي هتكون فعلا مهمه مستحيل، وهي ان بما ان فانيا هو اشجع واحد في المدينه حاليا فالقيصر يدي لهم هم مستحيل اي حد يعملها الا الشجعان وبس، وهي انه يستعيد الامبراطوره عذراء المملكه اللي مقيمه في مملكه التلج على قمه صخره عاليه يستحيل الوصول ليها. وهنا الملك اقتنع وتاكد ان فانيا المره دي هيفشل. وتاني يوم برضه فانيا قبل بالمهمه بدون اي تردد، مع ان كان واضح في الاساس انها مهمه اصلا مستحيله. وجاك طبعا كان عارف ان الكلام معاه هيبقى في الفاضي، فقرر انه يروح معاه ويساعده زي المره اللي فاتت. وبالفعل قدروا ان هم يتسلقوا الصخره بصعوبه ويوصلوا للقمه بتاعتها. وهناك بيلاقوا قصر كبير جدا جدا مصنوع من التلج وليه ممر ومدخل. راحوا ناحيه المدخل بس لقوه مقفول بصخره كبيره جدا مصنوعه من التلج. وهنا فانيا طلع الريشه بتاعته الطائر الناري على امل منه انها تدوب التلج، وبالفعل دوبته والميه اخذت جاك كمان مع افكار التلج، بس الحمد لله جه سلمه وما حصلوش حاجه. ولما فانيا دخل القصر التلجي بيلاقي عذراء المملكه نايمه وسط القصر، فراح لها وقدم نفسه ان الملك هو اللي بعته وطالب ايدها للجواز. فهنا صحيت وقالت له انها مش مهتمه بالجواز لان ما عادش في ابطال في المملكه يستحقوها ولا حتى الملك ذات نفسه. فضل يقنعها ان الملك الحالي شجاع عن اي حد عرفه وانه اشجع منه هو شخصيا. ما كانتش طبعا مصدقاه وشايفه ان هو مجرد عيل واقف قدامه، وعشان تتاكد قررت انها تختبر شجاعته، فمشيت معاه لحد نهايه الممر وفجاه نطت من فوق. وهنا فانيا من غير تردد نط وراه عشان ينقذه، وطبعا هي كانت فاكره جبان ومش هينط، وكانت عامله فستانه باراشوت عشان ما يحصلهاش حاجه. بس فجاه بتلاقي فانيا جاي من وراها وقاعد معاها على الفستان، بس هو ساند عليه قطعه من غير ما يقصد، وهما الاثنين وقعوا ناحيه الارض. وهنا جاك بيشوفهم وهم بيقعوا فبينط ناحيتهم، وبنكتشف ان هو عنده جراحين وبيقدر يطير، وبينقذهم هما الاثنين قبل ما يوصلوا للارض. وطبعا بيريحوا شويه في الغابه قبل ما يروحوا للمملكه تاني يوم. وجاك بدا ياخد باله ان فانيا بدا يقع في حب الامبراطور، فقال له على كده، بس فانيا قال له يا اسطى انت عبيط ولا ايه؟ اكيد لا طبعا. وهنا جاك نصحه وقال له يسيبها ترجع لمكانها ويهرب هو وما يرجعش للمملكه تاني ويقفلوا الموضوع ده. بس فانيا طبعا ما سمعش الكلام كالعاده، وقال له ان هو بيتهيأ له ان مفيش مشاعر من ناحيته لها خالص. والامبراطوره كانت صحيت من غير ما يعرفوا وسمعت كل الحوار اللي دار، وحست ان فانيا مخلص اخلاص اعمى للملك، وان الملك فعلا ممكن ما يكونش شجاع زي ما فانيا قال. وتاني يوم رجع فانيا بالامبراطوره للمملكه، والملك طبعا كان شايط منه اللي هو حرفيا اوديك فين تاني عشان ما ترجعش. واهل المملكه طبعا مستقبلون استقبال الابطال، انه قدر يقنع عذراء المملكه ان هي تيجي معاه. وبالليل وفي نفس اليوم فانيا اتاكد من مشاعره ناحيته وان جاك فعلا كان عنده حق. وهنا اخد حبه ورد وقرر انه يروح لها، وطلع من الشباك واداها الورد واتكلم معاه شويه. بس فجاه بيدخل عليهم الحرس بتاع الملك فبتزقه بالورد من الشباك بسرعه. وكانوا جايبين معاه بحبه ملابس وكده للامبراطوره عشان تستعد لمقابله الملك اللي هو عريسها الجديد. ولما قابلت الملك اتعصبت جدا لانه كان قدامها في مقام ابوها او جدها وانه ما ينفعش انه يكون عريسها. بس الملك واللي حواليه كانوا مصدقين نفسهم بشكل مريب جدا، فقررت هنا انها تحط العقده في المنشار. قالت له ان الخاتم الوحيد اللي ممكن تتجوز بيه ضعف المحيط، وانها يستحيل تتجوز باي خاتم غيره لانه خاتم جدته. وهنا الملك طبعا اي مهمه مستحيله اندهول على فانيا بسرعه. وهنا فانيا بيجي والملك بيقول له مبروك يا بطل المملكه، لان لك مهمه مستحيله ما فيش اي حد يقدر ينفذها الا انت. وفانيا بيوافق طبعا، بس جاك ما كانش مستوعب هو ازاي وافق، يعني هيجيب خاتم واقع في المحيط ازاي وهيبدا حتى تدوير منين. بس فانيا قبل بالمهمه عشان
وبس يبهر الامبراطور. وهنا جاك استخدم قدراته في التواصل مع مامته والقمر والرياح والسحب، وعرف منهم ان الخاتم موجود جوه بطن حوت ازرق عملاق، وان الحوت ده معاقب لحد النهارده. وتاني يوم جاك وفانيا بيطيروا وسط المحيط لحد ما بيوصلوا لجزيره كده شكلها غريب، وبيكتشفوا وهم واقفين على صخره قريبه منها ان هي حوت مش جزيره. وهنا جاك بدا يربط الدنيا ببعضها وعرف انها الحوت المعاقب اللي مامته قالت له عليه، فاستخدم مهاراته في التواصل معاها وعرف منها انها مربوطه كده من زمان كعقاب ليها من بعض البحاره في المحيط، وده لانها بلعت جواها 100 سفينه لما كانت صغيره في السن وما تعرفش ان ده غلط، وانها مش عارفه تتحرر من السلاسل دي ولا عارفه حتى تخرج السفن اللي جواها ازاي. وهنا فانيا بيعطس فبتجيله فكره وهي انه يخلي الحوت يعطس، ولما تعطس هتطلع كل السفن اللي جواها وبالتالي تتحرر من القيود ديت، وكمان ممكن يلاقوا الخاتم بتاع الامبراطوره جواها. وعشان يخلوها تعطس فانيا بيركب على ظهر جاك وبيقول له خش جوه خياشيم عشان يحكها من جوه ويخلوها تعطس. وبالفعل دخلوا جواها وجاك بدا يحك جناحاته فيها، وهنا الخطه فعلا نجحت وبدات تتحرر من القيود عشان تعطس. ونطرت فانيا وجاك بره، والسفن اللي كانت محبوسه جواها كلها خرجت هي كمان ونزلت جوه المحيط والسفن مشيت. وهنا فانيا وجاك عرفوا انهم خلاص خسروا الخاتم ومستحيل يجيبوه، بس الحوت بتكون عرفت من جاك بموضوع الخاتم وبعتته لفانيا كرد للجميل. وفانيا بيرجع تاني للامبراطوره وبيتسحب من الشباك عشان يديها الخاتم، بس في اللحظه دي الوزير بتاع الملك بيشوفه بالمنظار بتاعه وهو بيتسحب من الشباك، وبيشوف جاك وهو بيتكلم وهم طبعا ما كانوش يعرفوا ده فافتكروه شيطان. فالوزير والحرس بيطلعوا على فانيا عشان يقبضوا عليه، والقيصر بيصحى على صوتهم فبياخد المسدس بتاعه وبيجري على بره، فبيشوف جاك وهو على الشباك فوق فبيضرب عليه نار وبيموته. وفانيا بيتقبض عليه بتهمه اختطاف زوجة الملك والتعامل مع الشياطين. وهنا الامبراطوره ما عندهاش اي حجه تانية انها تاخر جوازها من الملك، فاخترعت حجه جديده وقالت له انه لازم يجدد شبابه من تاني قبل فرح، والكلام ده هيتم بوصفه جدتها اللي قالت لها عليه. والوصفه دي انه يستحمى في 3 براميل، اول واحد مليان ميه مغليه، والتاني مليان ميه متلجه، والتالت مليان لبن مغلي. بس هنا الملك حس ان الموضوع خطر عليه، فالوزير بتاعه نصحه وقال له نجربهم الاول على فانيا، لو نفعوا معاه تمام، ما نفعوش يبقى خلاص هو قدره كده. وهنا بنكتشف ان جاك لسه عايش بس كان مستخبي منه، والامبراطوره قدرت انها تتواصل معاه وقالت له انها تعرف ازاي تبطل تاثير البراميل قبل ما تتجرب على فانيا، وانها محتاجه وبس خاتم جدتها وده هترميه في الميه المغليه، وريشه من الطائر الناري في الميه البارده، وزهره الحياه والموت في اللبن المغلي. بس للاسف الزهره دي بتنمو بس في نهايه العالم، وانهم لازم يجيبوها باي شكل عشان ينقذوا فانيا. وجاك طبعا كان مصاب ومش هيقدر يطير لنهايه العالم زي الاول، بس قرر انه يغامر بحياته عشان ينقذ صديقه مع انه ممكن يموت خلال الرحله دي، وحاول انه يطير ما عرفش فقرر انه يجري بسرعته العاليه جدا. ولما وصل لنهايه العالم ولقاها حذرته انه اللي بيقطفها هيموت خلال 24 ساعه مهما عمل عشان يتجنب الموت، بس مع ذلك تجاهل التحذير دوت وبيقطفها عشان يساعد فانيا. وتاني يوم الصبح الملك بيطلع وبيقول انه هيدي لفانيا فرصه تانيه للنجاه من السجن والاعدام اللي في انتظاره، وعشان ياخد الفرصه دي لازم ينط في ال3 براميل دول، لو طلع حي فخلاص هينال حريته، ولو مات فكده كده هو كان هيتعدم. وفانيا هنا عارف انه كده كده هيموت ومستحيل ينفع، فاعترف بحبه للامبراطوره ونط بعدها في البرميل الاولاني، والامبراطوره رمت وراه الخاتم بتاعها وقدر انه ينجو من اول برميل. ولما اترمى في تاني برميل الطائر الناري ظهر ورمى ريشه من الريش بتاعه في البرميل ونجا من البرميل التاني. ولما نط في البرميل التالت وكان خلاص هيموت فجاه جاك بيظهر في السماء ويرمي زهره الحياه والموت في البرميل، وفانيا بيطلع سليم من تالت برميل. وفي اللحظه دي الملك بينبهر وبيفتكر فعلا ان الوصفه شغاله وهترجعه شباب، فقلع التاج بتاعه ونط على طول في اول برميل، بس طلع في فقاعه كده من الميه وخدته بعيد. وشعب المملكه كلها فضل يتريق عليه وبدا يحيي فانيا وانتخبوه انه يبقى القيصر الجديد بتاعه مكان بيومه فؤاد اللي طار في الهوا ده. وهنا فانيا لاحظ ان جاك مش موجود حواليه فبدا يدور عليه هو والامبراطور، ولما لقوه كان نايم على ظهره منتظر الموت اللي مفيش منه مفر للزهره الموت حذرته منه. وهنا الامبراطوره قالت له ان تحذير الزهره ده بيكون اختبار لمدى شجاعته، وان هو مش هيكون اناني وهيستخدمها في الخير. ده مش بس كده، ده لو ما كانش قطفها كان فعلا مات، لان معنى كده انه كان هيستخدمها استخدام سيء او انه منافق. وبيتم انتخاب فانيا انه يبقى القيصر الجديد، وبيتعهد للمملكه باقامه العدل وحمايه اهلها، وبيتجوز الامبراطوره والشعب بيفرح لهم، والقيصر القديم كده سكه السلام. ما تنساش لايك واشتراك للدعم على الاستمرار في تقديم المحتوى، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واشترك في قنواتنا الاخرى لمزيد من المتعه. واشوفكم على خير ان شاء الله مع ملخص جديد لفيلم جديد او مسلسل جديد في الاسبريسو. سلام.